السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا صباح الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. أتمنى يا جماعة إن أنا أكون جاوبت على كل الأسئلة اللي جات لي بخصوص الفيديو اللي فات بتاع كندا وبتاع فيزا كندا السياحية، وحاولت اشرح فيه كل حاجة، واتمنى اكون ان انا جاوبت على كل الاسئلة. ولسه برضو انا عند كلامي، اللي لسه عنده اي استفسار او اي سؤال بخصوص فيزا السياحة لكندا فانا تحت امره. وان شاء الله زي ما وعدتكم الايام اللي جاية هيكون فيه كمان فيديوهات تخص نظم الهجرة لكندا، النظام الفيدرالي او نظام المقاطعات، والفرق ما بينهم ايه، والتوقيت ما بين السحبة دي والسحبة دي بيكون قد ايه، والسحبة بتكون بناء على ايه، وايه اللي هيحصل لما بتخش كندا. والايام اللي جايه ان شاء الله هيكون برضه هتكلم في التخصصات وبتاعه الهجرة لكندا بمختلف الكاتيجوريز بتاعتها. فأتمنى أكون جاوبت على كل حاجة تخص فيزا كندا السياحية. وزي ما وعدتكم الأيام الجاية إن شاء الله هيكون في فيديوهات كتير جدا عن نظم الهجرة إلى كندا. تمام. ولسه برضو الفيديو موجود، اللي عايز يسيب لي اي كومنت اي حاجه باستفسار فيزا السياحه انا تحت امره، وانا ان شاء الله يعني برد على 100% من الكومنتات اللي بتجيلي. موضوع الفيديو بتاع النهارده يا جماعه عن ايه التغيرات اللي هتحصل في اللوتري او الهجرة العشوائية او اليانصيب، شوف انت عايز تسميها ايه. ايه التغيرات وايه التحديثات اللي هتحصل في الهجرة العشوائية في وقت دونالد ترامب؟ هل هتفضل زي ما هي؟ هل هيبقى فيه تغيرات؟ هل بصوا يا جماعة، باختصار شديد جدا، لغاية دلوقتي نظام اللوتري موجود ما اتلغاش ومفيش اي حاجة اتلغت منه. التجديدات واللي لغاية اللحظة اللي بكلمك فيها دي ما طلعش قانون رسمي بالاتخاذ الاجراءات اللي هتحصل او الكلام اللي بيتقال لغايه دلوقتي ما فيش اي حاجه بتتقال. بس الكلام اللي سايد كله ان نظام الهجره العشوائيه هيكون ب 250 دولار. يعني عايز تقدم على الهجره هيكون ب 250 دولار. وباكد وبعيد تاني يا جماعه، لغايه دلوقتي الكلام ده مجرد تأكيدات، لسه الكونجرس موافقش عليه لسه. يعني النظام يا جماعة، القوانين بتاعت أمريكا مش بتمشي بإن الرئيس طلع قال قرار فيلا بينا بيصدق عليه، لا، بيمر بكذا مرحلة وبيمر بكذا جهة. لازم كل جهة توافق، تمام، او حتى الاغلبيه توافق عشان في الاخر يوصل القرار لدونالد ترامب تاني فيأشر عليه، فاذا بقى قانون يعتمد ويؤخذ بيه في الولايات المتحدة الأمريكية. أيا كان القانون ده إيه، يخص الهجرة، يخص الهجرة العشوائية، يخص فيز السياحة، يخص المقابلات، حتى القوانين المدنية اللي بتبقى موجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أي قانون لازم بيمشي بالسلك ده. فلغاية اللحظة اللي بكلمك فيها دي لغاية دلوقتي مفيش أي حاجة جديدة. طب يا أحمد أنت إيه رأيك، الموضوع ده كويس الموضوع ده وحش؟ في يا جماعة ناس هتكون مقتدرة إن أنا هقدر أدفع 250 دولار. أصل يا جماعة 250 دولار بما يعادل بالمصري 13000 جنيه، ويا جت يا راحت. يعني برضو أنت بترسك، أنت بتدفع 13000 ويا عالم هيجوا ولا لأ. بس في ناس هتشوف ان القدرة المادية دي كبيرة علينا جدا مش هنقدر ندفعها، بالذات كمان لو انت اسرة. يعني انت لو هتقدم فانت بتقدم انت وزوجتك، فانت مثلا بتتكلم ان انت عشان تقدم انت وزوجتك فانت محتاج 26000 جنيه، ويا جت يا راحت. فالموضوع هيكون صعب على فئة، اعتقد يعني ان هي هتبقى فئة كبيرة من المصريين. انا هتكلم عن مصر عشان انا مصري. ف الفئة كبيرة جدا من المصريين هيكون الرقم ده صعب عليهم جدا، فاذا فرص ان انت تفوز هتكون اكبر. احمد انت بتشجعنا نقدم، انا مجرد ان انا بقول وجهة نظر، بدردش مع اخواتي، وكده كده القرار ليك انت. ففي ناس كتير جدا هتستغل الرقم فمش هتقدم. تمام. وفي ناس هتقول لك لا انا هرسك مفيش مشكله انا هدفع 13000 ويا جت يا راحت. فانت هنا قرارك يحترم، انت هنا قرارك يحترم. احمد هنا كل ما عليه ان هو بيقول لك الدنيا ماشيه فين، الامريكان بيفكروا في ايه، نظام الهجره ده ممكن يبقى ايه. تمام. وفي حاجه تانية يا جماعه، المقابلات السياحيه سعرها زاد تقريبا 50 دولار. المقابلات بتاعت الناس اللي كسبانه في اللوتري برضو زاد 50 دولار. فهو واضح ان كل حاجه تخص الهجره او الفيز السياحيه او كل الكلام ده كله فلوسها بتزيد. بس انا هنا برضو حبيت اتكلم في النقطة دي، ان
الكلام اللي بيتقال، وحتى بعض الزملاء اللي بيطلعوا بيعملوا نفس المحتوى، في ناس بتقول ان الموضوع ده يعني مطروح دلوقتي بقوة. بس لغاية اللحظة اللي بكلمك فيها دي لغاية دلوقتي مفيش أي حاجة. الهجرة العشوائية قانونا في أمريكا إلى الآن هي فور فري، مجانا. بتخش بتقدم عليها عادي في شهر 10، بتطلع النتيجة تقريبا في شهر 5، في شهر 5. بس مفيش أي حاجة رسمي. طب يا أحمد، أنت وجهة نظرك النظام ده هيتطبق ولا لأ؟ من وجهة نظري السياسة اللي ماشية بتاعت دونالد ترامب دي، اللي انا بخش بلم فلوس من كل الناس ومن اي حتة انا عايز فيها فلوس، فاعتقادي هو هيطبق. يتفق من يتفق، يختلف من يختلف. انا بالنسبه لي يا ريت تكون فري، ويا ريت الناس كلها تقدم، ويا ريت الناس كلها تتقبل. بس انا مجرد ان انا بطرح لك وجهه نظر اللي انا شايفها، وبالمعطيات اللي الراجل ده بيعملها مع البني ادمين كلها ومع العالم كله. بياخد فلوس من هنا وبياخد فلوس من هنا، وبيعلي الضرايب على المواطن، وبيعلي الضرايب على البلاد التانية في الامور الاقتصادية. فده واحد سيستمه باين، رؤيته باينة، انا عايز فلوس من كل الناس. فاعتقادي ان الموضوع ده هيطبق، هيطبق. بس لغاية اللحظة دي مفيش اي حاجة جديدة. تمام. ده يا جماعة حبيت اعمل فيديو سريع كده عن الهجرة العشوائية، وهل هيكون فعلا ايه المستجدات بتاعتها، او من مفيش مستجدات. ما تنسوش يا احلى عيله واحلى اصحاب، لو الفيديو عجبك اعمل لايك، وما تنساش تسيب لي كومنت لو عندك اي استفسار يخص الموضوع ده، او حتى موضوع كندا. اكتب لي بس، ادخل على الفيديو وسيب لي الكومنت بتاعك، وانا ان شاء الله هرد عليك. وسبسكرايب يا شباب. ومساءكم او صباحكم زي الفل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.